واحد المذاق، واحد اللذة، واحد المنة ما نقولش لكم. يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم وصفة مميزة، وصفة شهيوة مغربية بامتياز. غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله التقاليه الغنيه عن التعريف. غادي نعطيكم جميع الاسرار باش كتجيكم بحال هذيك ديال الاعراس ولا احسن منها. غادي نعطيكم السر باش كتجي ناجحه من اول تجربه وما كتجيش فيها ريحه الزفوريه، وكتجي يعني ديك المريقه ديالها عاقده وواقفه. وكنا كنحماقوا على التقاليه وكنا كنبغيو يعني ديك المريقه ديالها تكون عاقده. اليوم غنعطيكم جميع الاسرار باش ننجح معكم من اول تجربه. الله يجازيكم بخير ويعطيكم صحيحتكم. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو نحضروا الوصفه. عندي هنا التقاليه، كنمشي عند الجزار كنقول ليه يعطيني التقاليه العراسيه، كيعطيكم فيه القالب والطيحان، يعني ماشي بحال التقاليه العاديه. كنغسلوها بالماء والملح والخل مزيان، وكنديروها في واحد الصفاي وكنديروها تسقطر حتى كتنشف من هذاك الماء، وكنوضعوها في الطنجره ديالنا. فاش غادي نطيبوها من طبيعه الحال كنديروها في طنجره الضغط يعني باش كطيب مزيان وما كتاخذش وقت كثير. هنايا كناخذوها وكنديروها فوق النار. النار كتكون شويه متوسطه بحال هكا، وكنبدا نديها ونجيبها بلا زيت بلا عطريه بلا حتى شي حاجه، غير ديك التقاليه كنبقى نديها ونجيبها بحال هكا فوق النار. راه غادا تشوفوا كتبدا كتطلق لينا داك واحد الماء. هذاك الماء راه هو السر ديالها باش كتجي مزفره وما كتجيش بنينه كيف كنبغيو. المهم هانتوما كتشوفوا دابا ما غاديش نقطع معكم شي مرحله، غادي نمشي معكم يعني مرحله مرحله، خصوصا المبتدئين واللي اول مره غتصاوب هاد التقاليه راه غادا تنجح معاكم صدقوني. هانتوما شوفوا تبارك الله. هانتوما يعني راه الماء بدا كيطلق لينا، كنبقى غاده ما كنحبش، كنبقى نقلب فيها يعني بحال كنشحروها. وكنأكد ما ديروا لا زيت لا حتى شي حاجه، راه غير هذيك التقاليه كنشحر فيها بحال هكا باش كتطلق ليا الماء. شوفوا شحال تاع الماء طلقات لينا. هانتوما راه مازال باقي كتطلق الماء، وكنبقى نقلب وواقفه حداها. يعني راه ما كتاخذش منكم وقت كثير، راه دغيا دغيا كتطلق الماء حتى كتطلق لينا كاع ديك المويها ديالتها. هانتوما شوفوا شحال طلقت تاع الماء. دابا غنجيب واحد الكسكاس ولا صفاي وغادي نصبها فيه وغادي نخليها حتى واحد تقريبا واحد 10 دقائق حتى كينزل داك الماء. شوفوا شحال تاع الماء طلقات ليا صافي. ومن بعد غادي نرجعها دابا للطنجره، يعني ملي كتصفى من هذاك الماء كنرجعها ثاني للطنجره وكنشعل عليها النار وكنديها ونجيبها. الا باقي شي ماء راه كيخرج لينا في هذه المرحله، ما بقاش يعني صافي راه كتكون نشفات. وغادي ندوزو باش غادي نكمل معكم الطريقه. هانتوما كتشوفوا دابا يعني راه ما بقاش فيها حس الماء نهائيا. هذاك الماء راه هو سبب الزفوريه ديال هاد التقاليه. صافي دابا ملي نشفت ليا من الماء دابا عاد غادي ندوز باش غادي ندير العطريه. وما غنديرو فيها لا مطيشه لا حتى شي حاجه. تقريبا درت هنا واحد، هنا راه عندي نص كيلو نسيت ما قلتش لكم ديال التقاليه. درت تقريبا غير ربع كاس ديال زيت الزيتون اولا الزيت العاديه حيت هي فيها الشحمه، ما بغيتش نكثر الزيت بزاف. درت واحد 4 الفصوص ديال الثوم اولا 5 على حساب الكميه اللي درتو ديال التقاليه. هي راه كتبغي الثوم صراحه. ودرت تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس، القزبر والمعدنوس، المعدنوس عفوا، اولا القزبر والبقدونس اللي كيكونوا مقطعين رقيق اولا مفرومين. الملح كتبقى على حساب الذوق، يعني كل واحد كيدير الملح اللي على حساب الذوق ديال كل واحد. وهنايا بالنسبه للتوابل غادي نضيف شويه الخرقوم او الكركم. التحميره اولا البابريكا كنديرها شويه بالزيت باش كتعطيني داك اللون. وغادي نحرك باش ما تحرقش ليا هذوك التوابل. عاد غادي نكمل لان النار شاعله يعني، اولا كديروا التوابل عاد كتشعلوا النار بحال هكا صافي. وغادي نزيد كذلك شويه ديال الكمون، حكيته غير بين يديا. التقاليه كتبغي حتى الكمون. وكندير شويه، درت شويه ديال الزنجبيل راه غير ما جاش باين في التصوير. شويه سكينجبيرت كذلك، وشويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. وممكن تضيفوا حتى شويه ديال القزبر يابس الا كان عندكم مطحون، انا ما متوفرش ليا صافي اكتفيت غير بهاد العناصر. صافي غادي نخلطها مزيان
وغادي نضيف عليها يعني الماء حتى تغطى. تقريبا غادي ندير واحد 2 كؤوس ديال العنبه، تقريبا واحد 300 مليلتر عفوا، على حساب الكميه اللي عندكم ديال التقليه. المهم كتغطى لكم، ما تكثروش ثاني الماء بزاف. صافي، وغادي نسد الطنجره ديالي وغادي نديرها على نار متوسطه حتى كتصفر. ملي كتصفر لنا الصفاره كنقص ونخلي النار مهيله، يعني طيبوها غير على النار مهيله على الشميعه. واللي بغى يطيبها على الفحم او الفاخر راه كيكون افضل. اللي عنده الوقت راه افضل ديروها على الفحم، ولكن انا ما عنديش الوقت، غنطيبها بحال هكا فوق البوطه. صافي، هانتوما كتشوفوا ملي دخل الطياب مزيان، ضفت ليها الزيتون وضفت الحامض المصير. صافي، هانتوما يا دابا راه طابت، حليت عليها لقيتها باقا ما نشفاتش من هذاك الماء. صافي، غادي نخليها بحال هكا فوق النار، ما غاديش نغطيها حتى كتنشف ليا من الماء، ماشي كتنشف تاني بزاف، ولكن ديك المريقه كنحسوا بها وقفات. هانتوما كندوز ما كيبانش ليا الماء في الطنجره، كيبان ليا غير ديك الزويته ديالها اللي طلقات. وكيشتو انا راه دايره غير بزيت الزيتون، يعني بطريقه صحيه، ما دايره فيهاش الزيت العاديه. وهذيك زيت الزيتون راه كتعطي واحد الطعم اللي رائع. هانتوما شوفوا تبارك الله، كتجي خاتره وكتجي ديك المريقه واقفه. هانتوما واللي بغى يدير واحد المزيودات ديال الحار راه ممكن، انا ما ضفتهمش. صافي، هي دابا طابت وطفيت عليها، وقفت ليا في ديك المريقه ديالها. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. غادي نجيبوا الطبق ديال التقديم وغادي نصبوها فيه. كتشوفوا راه بقات غير زويته، يعني ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه. ما تخليوهاش بهذاك الماء ميها، باش كتجي يعني بنينه وواقفه في المريقه وعاقده. صدقوني راه واحد الطبق اللي رائع، واكيد غادي يعجبكم. كتجي بنينه بنينه وخنعيه نوصف لكم فيها، وناجحه من اول جريبه. حتى بالنسبه للمبتدئات لاول مره غادي تجربوا التقليه، صدقوني راه غادي تنجح معكم الوصفه. غير جربوها بعينكم مغمضين وتبعوا النصائح اللي عطيتكم من الاول حتى الاخير. دائما كنقولها لكم، باش تنجح معكم الوصفه خاصكم ضروري تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، يعني باش ما تمشيش لكم حتى لقطه، باش الوصفه تنجح معكم 100%. انا راه ما كنشارك معكم الوصفه، يعني حتى كنكون مجرباها وناجحه معايا. ما يمكنش نجرب اول مره الوصفه ونقول لكم جربوها، ولكن راه كتكون مجربه. غير جربوها، والله يجازيكم بخير ويعطيكم صحيحتكم. وكل ما كتمناو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وبارطاج وتعليق. والناس اللي اول مره كتزور القناه كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. وكنشكركم بزاف على المتابعه، ودمتم في رعايه الله، ومع السلامه.